اهلا وسهلا بيكم. من الحاجات اللي بحب كتير جدا اعلمها للناس في العيادة، وانا شخصيا ممكن ابقى بعملها وبمارسها كتير، هو المديتيشن او التأمل. وده لانه هو له فوائد كتيرة جدا في تقليل التوتر والخوف والفزع، وكأنه هو بيقلل كتير جدا من بيسموها الرياكتيفيتي او التفاعل بتاع جهازنا العصبي ناحية الافكار والصور اللي بتواجهنا. وكتير جدا من الناس تبقى عندها يعني اعتراض على المديتيشن او التأمل لأسباب كتيرة، هم سمعوا عنها او مارسوها بس ما جابتش نتيجة، او كان ليها اثر مش محمود، او ما جابتش نتيجة سريعة. يعني يا رب ان شاء الله كده نستمر في الشكل ده من الفيديوهات اللي بتعلم المديتيشن، لان ليها اثر وفايدة كبيرة خالص. خلينا نخش في التدريب بتاع النهاردة او الاكسرسايز بتاع النهاردة، وهو عملي ان احنا بنعمل بودي سكان او مسح للجسد، وهو من التدريبات او تمرينات اللي هتلاقوها كتير جدا في العيادات النفسية المعالجين بيتكلموا فيها او بيدوها لك كواجب. وانا حابب النهاردة اني اعمله لايف او يعني معاكم في الفيديو ده. هناخد وضع دلوقتي مريح، غمض عينك. الوضع المريح ده ممكن تبقى قاعد وظهرك للكرسي، رجليك على الارض الاتنين جنب بعض، ايديك على رجليك، او لو انت نايم حاطط سماعات في ودانك او حاطط الموبايل او انت بتسمعني جنبك، فنام واسترخي خالص. ايديك جنبك على whatever اللي انت قاعد عليه، اذا كان سرير او اذا كان مرتبة، وغمض عينك وتابع التعليمات اللي انا هبقى بديها لك. خد نفس عميق من مناخيرك وطلعه بهدوء من بقك. نفس تاني من مناخيرك عميق، حاول تنسى بيه اي حاجة دلوقتي، وطلع النفس بهدوء من بقك. نفس تالت بعمق من مناخيرك وطلعه بهدوء من بقك. وانت مغمض عينك دلوقتي يرجع تاني لتنفسك العادي التلقائي اللي ما فيهوش اي كنترول او تحكم، وتابع التعليمات اللي انا هبقى بقولها لك دلوقتي. وجه انتباهك لراسك من فوق، كأنك شايف بعينيك راسك من فوق، ولكن انت مغمض، فانت هتوجه كل انتباهك وملاحظتك لأي أحاسيس موجودة على راسك. قد يكون تحس دلوقتي ان في لمسة، هرشة، تنميل، وجع في راسك. لاحظها وسيبها. وجه انتباهك دلوقتي لأي إحساس موجود على وشك. قد يكون إحساس نظارة مثلا لابسها، هوا موجود على وشك، تيار هوا، برضو عايز تهرش، وجع. لاحظ أي إحساس وسيبه زي ما هو من غير ما تزقه أو تزيحه أو تعترض عليه. وجه انتباهك دلوقتي لرقبتك وكتافك. شوف كده إذا كانوا هم مشدودين، فاسترخي. ممكن تلاحظ إحساس الياقة مثلا بتاع القميص أو التيشيرت مثلا أو اللبس بتاعك
على رقبتك أو جاكيت أو قميص أو لبسك هدومك، وهي ملامسة لكتفك. لاحظ ده وسيبه زي ما هو. دلوقتي وجه انتباهك لدراعاتك الاتنين يمين وشمال، من فوق لتحت. ولاحظ كده يمكن تلاقي شدة في جزء من أجزاء دراعاتك، ولمسة اللبس ليك. ممكن تلاحظ كمان درجة الحرارة ما بين كفين ايديك، انهي واحد اسقع من التاني او اسخن من التاني، ومن غير خالص ما تبقى بتحكم على اي كف ايد. دلوقتي وجه انتباهك لظهرك، وهو ملامس للكرسي او للسرير او للمرتبة او للارض لو انت نايم على الارض. لاحظ كده يمكن تلاقي ملمس الكرسي انه طري ناشف. نقطة التقاء ظهرك بالكرسي او المرتبة لاحظها. دلوقتي لاحظ صدرك وهو طالع ونازل. مع كل نفس لاحظ صعوده مع النفس، بعد كده هبوط الصدر، القفص الصدري وانت بتخرج النفس. وخليك مع ده شوية. دلوقتي وجه انتباهك لبطنك. يمكن يبقى فيها مغص بتاع الجوع، يمكن جعان، يمكن ممتلئ، يمكن مش مرتاح. لاحظ ده وسيبه. وجه انتباهك دلوقتي لوسطك ونقطة التقاء وسطك مع الكرسي. وجه انتباهك دلوقتي لرجليك من فوق لغاية ركبتك، لغاية القصبة والسمنتين. وجه انتباهك دلوقتي لقدمينك ونقطة التقاء بطن القدمين مع الأرض. ولاحظ كده اتجاه صوابع القدمين، يمين شمال قدام. ولاحظ كمان المسافة اللي ما بين القدمين. سجل دلوقتي ولاحظ جسمك كله كل الأجزاء اللي انت مسحتها دلوقتي وعديت عليها. لاحظها وخليها في وعيك. دلوقتي خد نفس عميق من مناخيرك، طلعه بهدوء من بقك. نفس تاني
من مناخيرك، طلعه بهدوء من بقك. دلوقتي تقدر تفتح عينك بهدوء وبص على المكان من حواليك، يمين وشمال، فوق وتحت. التمرين ده من التمارين اللي بتحضرنا هنا والآن، وتخلي القلق والتوتر بتاعنا أقل، وتخلينا نبقى متفرغين أكتر لأفكار واضحة في دماغنا عايزين نعملها، ما نبقاش مشتتين ما بين فكرة والتانية. بنصح بيه كتير جدا لما احنا نبقى داخلين بيه داخلين انترفيو، فممكن نعمله قبليها، داخلين امتحان، الطلبة قبل ما بيذاكروا، لو انت هتقابل حد من رؤسائك في العمل، انت مشحون ومتضايق خالص اثناء اليوم او غضبان، فممكن تستخدمه. التمرين ده هو بيقلل كتير جدا من التوتر. لو عجبكم التمرين ده وحابين اكتر، فقولوا لي في الكومنتس احنا عايزين اكتر، اكتب بس اكتر. انا محمد علي، دكتور نفساني.